السلام عليكم طلاب، إن شاء الله كلكم بخير. اليوم راح أشرح لكم السؤال الأخير بالقطع الناقص اللي يربط بين القطع عمليا وتعريفيا، اللي هو هذا إجا وزاري 2014 دور أول. هذا السؤال يقول جد معادلة القطع الناقص شبيه الذي بؤرتيه هذه استاذ معلومة أولى. يقول بؤرتيه هاي F1 ب F2 يا معلومة أولى. إيش أستفاد من عندها هذه المعلومة الأولى؟ آخذ من عندها حرف السي. المعلومة الأولى أعطاني F1 4 بصفر وF2 سالب 4 بصفر. أخذت حرف السي يساوي 4 والسي تربيع 16. هذا الحرف الاول اللي اخذته. زين، بعد شو استفادت من عندها؟ عرفت انه التقوس مال البيضه، شوف البؤرتان ذني، يعني شنو التقوس مال البيضه للسينات؟ بؤرتا الناقص تنتمي للسينات. ليش؟ لان هذه الاربعه وينها؟ على السينات، السالب 4 وين؟ على السينات. يعني البؤره على السينات، تقوس البياضه راسان وين؟ على السينات. زين، هسه هذه المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه خلينا نرسم حتى نكمل المعلومه الثانيه. خلينا نرسم. قال لي بعد والنقطه كيو، النقطه كيو. خلينا نرسم، نخلي لكم شو اسمه هاي الفي 1 وبعدين نناقش المعلومه الثانيه. في 1 وهذه في 2. زين، الافات هذه F1 هذه F2 اللي هي 4 بصفر بسالب 4 بصفر. الامات استاذ الاقطاب M1 M2. هذا اللي قدامك. هذه قدامك البيضة، هذه الفي 1 وهذه الفي 2. هذه هنا F1 وهذه F2، هذه M1 وهذه M2. منين عرفت انه البيضة ممدودة من السينات؟ من خلال البؤرتان. شوفوا 4 على السينات وهي سالب 4 على السينات. اذا البؤرتان على السينات رأسان وين؟ هم على السينات استاذ. والقطبان عكس، بيضة منين ممدودة؟ من السينات. الحرف اللي اخذته هو حرف السي 4، السي تربيع 16. هاي معلومة أولى. المعلومة الثانية شو تقول؟ والنقطة كيو. ايش بيها يا النقطة كيو؟ تنتمي للقطع الناقص. زين، بعد شنو؟ بحيث أن محيط المثلث ايش بيه؟ يساوي 24 وحدة. هاي المعلومة الثانية. النقطة كيو وين صايرة؟ تنتمي للقطع الناقص، يعني صايرة ضمن حدود البيضة. بأي مكان اختارها. يابا أنا اختاريت هاي النقطة كيو. هاي النقطة هنا، هاي كيو. وين تنتمي للقطع الناقص؟ يعني من مكونة من اكس وواي، أنثى وذكر. بحيث أن محيط المثلث، شنو صار مثلث استاذ؟ اي بالضبط، صار مثلث. شو اسمه المثلث؟ كيو F1 F2. يعني من كيو الأف1 ومن كيو الأف2 ومن F1 إلى F2 صار مثلث قدامك. صار مثلث. منين ممتد؟ من كيو F1 من كيو الأف2 ومن F1 الأف2. هذا مثلث، هاي أضلاع ثلاثية. أعيد المعلومة الثانية. والنقطة كيو وين صايرة؟ حيقول لي تنتمي للقطع الناقص، موجودة على القطع الناقص. قلت فرضا هي هنا ضمن حدود البيضة هنا، إلا هنا كيفك اختارها هنا، اختارها هنا كيفك. هاي النقطة كيو موجودة بالقطع الناقص، تنتمي للقطع الناقص يعني بالقطع. بحيث أن محيط المثلث حيتولد مثلث ايه؟ شو اسمه؟ كيو F1 F2. يعني من كيو الأف1 هذا ضلع، من كيو الأف2 ضلع،
من اف1 الاف2 الضلع الثالث. زين ايش قد يساوي؟ 24 وحده. تعال ترجم المعلومه. المعلومه الثانيه لابد رسم ومربوطه بين استخدام التعريف، يعني تعريفيا وعمليا. اجي كيو اف1 محيط المثلث، محيط المثلث مجموع اضلاع الثلاث كيو اف1، يعني هذا الضلع الاول كيو اف1، الضلع الثاني كيو اف2 زائد كيو اف2 زين زائد الضلع الثالث اف1 اف2 زائد اف1 اف2. المثلث به كم ضلع؟ 3 اضلاع، كيو اف1 هاي، كيو اف2 هذه، وبعد اف1 اف2 هذا الثالث. شي يساوي محيط المثلث؟ يساوي 24 وحده. حكتب ويساوي 24. واضح طلاب؟ ترجمت المعلومة من لغة عربية ديباجة باللغة العربية إلى لغة رياضيات بالاستعانة بالجوجل مالتي. شنو الجوجل مالتي؟ رسم استاذ. ترجمت من لغة عربية إلى لغة رياضيات بالاستعانة بالرسم، هو الجوجل المترجم مالي. فهسه استاذ كيو اف 1 وكيو اف 2، من كيو الاف 1 كيو الاف 2 شو يساوي هذا عندي؟ انا استخدام التعريف قلت اي نقطة مجموع بعدها عن اف 1 زائد، يعني مجموع زائد الكيو نقطة بعدها عن اف 2 شو يساوي؟ يساوي عدد ثابت 2a. هاي تعريفيا كيو اف 1 زائد كيو اف 2 تعريفيا شو تساوي؟ تساوي 2a استاذ. اي نقطة كيو بي، اي نقطة بعدها عن اف 1 زائد بعدها عن اف 2 يساوي عدد ثابت 2a. فكيو اف 1 زائد كيو اف 2 يساوي 2a. هاي عندي. زين استاذ من اف 1 الاف 2 شنو هي هاي من اف 1 اف 2؟ بالضبط المسافة بين البؤرتين 2c. هذه معناها 2c المسافة بين البؤرتين. فهسه هذا الفوق معناه شنو؟ 2a زائد هذا f1 الاف 2 من f1 الى f2 المسافة بين البؤرتين 2c. شو يساوي استاذ؟ ويساوي 24. قسم على 2، قسم على 2 صفى عندك A زائد C ويساوي ايش قد عندك هنا؟ يساوي 12. زين استاذ هنا أنا مطلع يا حرفاني، حرف السي 4 استاذ، في A زائد 4 ويساوي 12. السي مطلعها 4 بالمعلومة الأولى. هسه الاي شو تساوي؟ 12 انقل الأربعة لهنا، 12 ناقص 4 اي ويساوي 8. هاي 8. الاي تربيع ايش قد استاذ؟ اي تربيع ايش قد؟ وتساوي 64. زين هسه هنا طلعنا معلومه سي تربيع، هنا طلعنا معلومه الاي تربيع. ايش راد؟ هو جد معادله القطع الناقص. هاي معلومه وهاي معلومه. المعلومه مال بي تربيع منين اجيبها؟ اجيبها من خلال الجوكر. فالجوكر شو يقول؟ سي تربيع صغير ويساوي عملاق كبير اي تربيع مشلوع من عنده وصله اسمها بي تربيع. السي تربيع ايش قد استاذ؟ سي تربيع ايش قد؟ 16 بالضبط ويساوي الاي تربيع ايش قد؟ 64. هاي قدامك 64 ناقص بي تربيع. زين هسه الناقص بي تربيع وين اجيبها؟ اجيبها لهنا صارت موجب بي تربيع وتساوي 64. ال 16 وين اجيبها؟ تشوفون هاي ال 16 وين اجيبها؟ اجيبها يم اختها ال 64 صارت سالب 16. اعيد الحكي حبايب. سي تربيع ويساوي اي تربيع ناقص بي تربيع. السي تربيع 16
هي تربيع 64 ناقص بي تربيع، البي تربيع اقدر اجيبها ناقص بي تربيع، وديتها للطرف الثاني صارت موجب بي تربيع. ال 64 بمكانها، ال 16 جت يمها صارت سالب 16. هسه البي تربيع ويساوي 64 يروح 16 استاذ، 4 يروح 6 ما بي، 14 يروح 6 استاذ، 8 زين، 5 يروح 1 استاذ 4، فصارت البي تربيع 48. هسه اقدر اكتب المعادله بكل سهوله، بس استاذ اريد اتاكد حلي صح. الشيخ مالتهم من هو؟ الاي، اكبر واحد بيهم، فالاي تربيع 64 اكبر واحد 64 اكبر من 48 واكبر من 16، فحلي مضبوط. هسه اكس تربيع مقدسه واي تربيع مقدسه ويساوي 1. شو راح تنزل؟ هي منين ممدوده البيضه؟ تعال باوع من السينات استاذ، فالشيخ مالتهم 64 جوا الاكس وال 48 جوا الواي. هذه معادله القطع الناقص. اتمنى واضح السؤال، سهل وبسيط ووصلكم، وتحياتي للجميع.